كام مرة فكرت ان انت تسأل سؤال اللي قدامك وبعد كده وقفت نفسك وقلت لا انا مش عايز اسأل السؤال ده، انا لو سألت السؤال ده هيبقى شكلي غبي ومش فاهم اي حاجة. ليه بنخاف ان احنا نسأل لما نكون مش عارفين المعلومة؟ احنا بقينا عايشين في وقت بنقدس الناس اللي عندها المعلومة الجاهزة وبنحقر من الناس اللي ما عندهاش المعلومة، فبالتالي ناس كتيرة بتتكسف انها تسأل. ألبرت اينشتاين باصراره على الأسئلة الكتير قدر يوصل لنا النظرية النسبية او السبيشال ريلاتيفيتي اللي احنا بقينا نستخدمها عشان نفهم الزمان والكون اللي احنا عايشين فيه. ايلون ماسك رجل الاعمال المثير للجدل دائما رفض الخوف من السؤال. هو اسس شركة سبيس اكس ودخل اقتحم مجال الفضاء، وده كله قائم على فكرة ان هو مش لازم اخاف من ان انا اسأل واعرف واتعلم واطور. الشركة دي قيمتها السوقية دلوقتي تتخطى 400 مليار دولار. القصد في الاخر خوفك من السؤال هيعطلك عن حاجات كتيرة ممكن تعملها، فرص ذهبية ممكن تجيلك، وبمجرد خوفك ان انت تسأل هتتعطل عن حاجات كتير. ايلون ماسك لما اسس شركة سبيس اكس للفضاء ما سألش ازاي هو يشتري صاروخ، بالعكس هو سأل ازاي يصنع صاروخ بأقل كلفة ممكنة. اتعلمنا منه ان احنا لازم ندور على المبدأ الاساسي للشيء وما نستسلمش للاجابات الجاهزة وما نخافش من السؤال، لان خوفنا من السؤال هيضيع علينا فرص كتيرة حلوة ممكن تجي. جوجل المصدر الاول والاساسي للمعلومات في العالم كله. الشركة دي اتبنت على كونسبت واحد وهو السايكولوجيكال سيفتي او الامان النفسي. مفيش اي موظف من ضمن التيم اللي موجود الا وهو من حقه يسال ليه وانا عايز افهم، حتى لو السؤال يبدو بديهي او غبي، ولكن لازم يسال ويعرف. الحكايه دي لما تكون موجوده في كل تيم بتزود نسبه الانتاج بما لا يقل عن 30%، بتزود نسبه الابتكار والافكار الجديده اللي بتيجي من الاسئله اللي بتتسال حتى لو كانت بديهيه بنسبه 30%، بتقلل حدوث الاخطاء بنسبه 20%. دي كلها دراسات اثبتتها الابحاث العلميه، انه كل لما التيم بيسال واخد حريته في السؤال وما يتقالوش ايه السؤال البديهي ده، دي من الحاجات اللي بتزود الابداع والابتكار عند الناس. في الشركه دي المديرين بيشجعوا كل الموظفين اللي تحتيهم ان هم يسالوا على اي حاجه لو مش فاهمينها. كل ده من الحاجات اللي بتدعم السايكولوجيكال سيفتي عند كل واحد فيهم، ان هو بيحس ان هو لو سال عن اي حاجه حتى لو تبدو بديهيه ان دي حاجه عاديه جدا ومن حقك تعملها. ده بل على العكس، دي من الحاجات اللي بتزود فرص الابتكار في الافكار الجديده عنده. كان من ضمن الاسئله البسيطه اللي اتسالت وتسببت ان الشركه دي تتنقل نقله تانية وتحقق ارباح اكبر، انه احد الموظفين سال هو احنا ليه ما بنحطش اعلانات على النتيجه البحثيه اللي بتطلع في الاخر؟ حطوا اعلانات على النتائج البحثيه اللي بتطلع، زودت ارباح الشركه مليارات. وده كان من سؤال بديهي بسيط، ازاي اكسر حاجز الخوف والقلق لما اجي اسال سؤال وبيني وبين نفسي احس ان السؤال ده بديهي، ولو انا سالته ممكن يعني مديري في الشغل يضحك عليا او زميلي يقول لي انت ازاي مش عارف المعلومه دي. لا بل على العكس، الموضوع ابسط من كده بكتير. اول ما يجي سؤال في بالك وانت في شغلك وانت في دراستك وعايز تساله، ما تترددش ان انت تساله. السؤال ده لو عدى عليه 3-4 ثواني كده انت ما سالتوش هيجي لك احساس بعد كده بالخوف وان انت ما انتش قادر تسال السؤال ده. فبلاش رقم واحد ان انت تتاخر عن السؤال. رقم 2، اقعد بينك وبين نفسك كده اكتب في ورقه كده 5 اسئله انا خايف اسالهم بس انا مضطر ان انا اسالهم عشان اتعلم، ولازم تروح تسالهم. ما تبخلش على نفسك بالمعلومه الحقيقيه اللي هتفيدك حتى لو انت حاسس ان شكلك مش هيبقى حلو، لان ده غلط، ده احساس غلط. انت هتبقى احسن لما تتعلم. الحاجه الاخيره والاهم طريقتك وانت بتسال السؤال. حد قال لك معلومه انت مش متاكد منها او ما فهمتهاش، قول له معلش ممكن تعيدها لي تاني عشان اتاكد ان انا بس فهمتها صح. معلش انا ما خدتش بالي بس من الطريقه بتاعتك، ممكن تعيدها لي تاني؟ انت كان قصدك ايه؟ في اكتر من طريقه حلوه تسال بيها السؤال عشان ما تفوتش على نفسك فرصة ان انت تتعلم. احنا وقت كتير ايام لما كنت بدرس في كلية الطب كنا بنسأل يا جماعة في وسط المحاضرة اللي عنده سؤال يتفضل يرفع ايده واحنا هنجاوب. انا كنت متأكد ان في طلبة كتير قاعدين عايزين يسألوا بس مكسوفين ان هم يرفعوا ايديهم، واللي بيرفع ايده بيسأل عدد قليل جدا من الطلبة، وده بيكون اكتر طالب شاطر وحريص ان هو ياخد المعلومة وما بيتكسفش ان هو يسأل. انا بشوف ان اللي ما بيسألش في حاجة هو مش عارفها بيضيع على نفسه فرصة حقيقية ان هو يتعلم. العلم عمره ما كان عيب والسؤال عمره ما كان عيب، خصوصا بقى ان الناس اللي بتقرر ان هي ما تسألش عشان يظهر في صورة الشخص الفاهم، وده بيبقى غلط اكبر واكبر. انت بتداري على جهلك بصورة غير منطقية، يعني بتداري على جهلك بان انت تفضل ظاهر في صورة ان انت فاهم ومش عايز تسأل. السؤال لحاجة انت مش عارفها مهم جدا عشان تحصل على معلومة تفيدك وتتطور بيها لقدام. خوفك من ان انت تسأل تأكد ان هو هيضيع قدامها فرص حلوة كتير. يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم، اشوفكم على خير، مع السلامة.